عايز تطلقي؟ هطلقك. انت حتى مش عايز تعرف انا عايزه اتطلق ليه؟ واعرف ليه؟ اكيد عندك اسبابك المنطقيه اللي تخليكي تطلبي الطلاق، وبعدين يعني انت مش صغيره واكيد عارفه مصلحتك. ايه انت مش صغيره دي؟ لا يا حبيبي اتكلم عن نفسك انت بس، انا صغيره ونص. خلاص انت صغيره وعارفه مصلحتك. انا صغيره في السن بس عقلي كبير وفاهمه. طبعا يا حبيبتي. هتطلقني امتى؟ اول ما ارجع من الشغل ان شاء الله هطلقك. ينفع بعد اذنك بقى؟ استنى هنا انا بكلمك. مش عارف الصراحه ايه اللي انت استنى هنا بتعمليه انا ده. بكلمك. طب وانت هتعمل ايه في الولاد؟ زي ما انت عايزه. لا يا حبيبي مش زي ما انا عايزه، زي ما القانون ما بيقول، العيال هتفضل معايا لحد ما يتموا 18 سنه. لو ده في مصلحتهم انا ما عنديش مشكله، ولو عايزاهم على طول برضه براحتك. طبعا. ما انت عايز تخلص منهم وتروح تتصرمح وتتجوز، وانا اللي افضل موقفه حياتي في تربيتهم. خلاص هاخدهم انا اربيهم وانت تتجوزي. لا يا حبيبي، ما انت مش هتلوي دراعي بالعيال وهاخدهم غصب عنك. ماشي. والشقه هاخدها زي ما القانون ما بيقول. موافق ماشي. طبعا. ما انت هتسيبها لي خرابه وتروح انت تجيب لك شقه نظيفه، ما هو انا وعيالك مش مهمين عندك. لا يا حبيبتي